الفيديو ده مهم جدا 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 لأي حد هيمتحن امتحان القدرات. النهارده انا هقول لكم على الامثله اللي جت السنين اللي فاتت بتاعه امتحان القدرات، عشان تتدربوا عليها كويس جدا. وكمان هجيب لكم امثله هعرضها لكم هنا وهنزلها لكم على جروب المتابعه بعد الفيديو على طول، وعلى الانستجرام هنزلها لكم على طول عشان تشوفوها وتتدربوا عليها. عشان الاسئله دي لو حلتوها واتدربتوا عليها كويس جدا ان شاء الله ان شاء الله لو امتحنتوا ايا كان ايه الامتحان وجالكوا ايا كان السؤال هو ايه هتعرفوا تحلوه. صباح الخير او مساء الخير حسب تسمعوني امتى، مش هنساها. عيب عليكم عيب عليكم. النهارده الفيديو ده انا مبسوطه بيه قوي لان انا كنت السنه اللي فاتت عايزه اعمله، ومن ضغطه الكورس بتاعي ساعه عشان كورس الاونلاين بتاع فنون تطبيقيه، من كتر المسجات والمتابعه وبتاع انا ما كانش عندي وقت اعمله، فعملته بدري دلوقتي علشان اعرف انزله لكم وقت الكورسات، وانا برضه ابقى مشغوله في المتابعه فاعرف اوازن ده بين ده وده. فهقول لكم على اسئله، انا مش هقول لكم على اسئله كل امتحان، انا هقول لكم الاسئله الصعبه اللي جت في امتحانات السابقه، لان هي دي اللي انت لو اتدربتوا عليها هتفهموا هما بيفكروا ازاي، وايا كان بقى خيالك هيجيبك هتعرف ترسمه. فاهمين اقصد ايه؟ هقول لكم امثله للمنظور طبعا، وللتعبير الفني والتصميم الابتكاري والتشكيل الابتكاري. اللي متابعني بقى عارف ده ايه وده ايه وده ايه وكل واحد محطوط فين. لو مش عارف التقسيمه دي اتفرج على الفيديو بتاع امتحان القدرات، انا قايله فيه بالتفصيل كل امتحان قدرات بيبقى شامل ايه. هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس وهيظهر لكم فوق. طيب المنظور السنه اللي فاتت كان جالهم سؤال، او الحقيقه سؤالين. في واحد هو فعلا صعب وفي واحد قالوا صعب بس هو ما كانش صعب. جالهم سؤال عن ان انت ترسم معمل وان انت ترسم ملاهي. الاتنين هحط لكم صورهم، والاتنين يا رب قدرني واقدر اعمل لكم فيديوهات. والله بحاول اعمل لكم الفيديوهات دي وانزلها لكم، مش عارفه هنزلها انستجرام ريلز ولا هنزلها هنا، انا مش عارفه لسه، بس عامه هحاول اعمل لكم ارسمها لكم اوريكم ازاي بتترسم. وانا في الكورس كمان بتاعي بتاع الاونلاين اللي مع سكيلز شو مدرباكم على ازاي اصلا ايا كان الاشكال اللي انتوا بتخافوا منها تعرفوا من مكعبات، من مجرد مكعبات تعرفوا تحطوا فيها تفاصيل تطلع لكم اي شكل بالتظليل بكل حاجه. فانا هحاول على قد ما اقدر والله اضغط نفسي الفتره دي وانزل لكم شويه ريلز شويه هنا. خير خير ان شاء الله. عامه وقولوا لي في الحاجات الامثله اللي انا هقولها لكم دي ايه المثال اللي انتوا اكتر مثال عايزيني ارسمه معاكم، عشان ده اكتر مثال هاخده وارسمه وانزله، يعني اللي هيبقى عليه فوت اكتر. يعني فالمكتبه والملاهي وجي فالمعمل والملاهي. والسنين اللي فاتت بقى جه امثله كانت اسهل شويه، اللي هو اوضه نوم، شارع، مكتب ومكتبه. جالهم في مره ارسموا عربيه بتبيع ميه وعربيه بتبيع ايس كريم. وجالهم في مره ان انتوا، ده كان على سنتي، ان انت ترسم حديقه فيلا او يعني حديقه للفيلا يعني، وما كنتش متدربه عليها خالص والله ونجحت الحمد لله. قعدت بقى اتخيل وبتاع. وطبعا شارع، ممكن يقول لك شارع بقى بتفاصيله، يعني ممكن يقول لك شارع في المعز، ممكن يقول لك مول، ممكن يقول لك الحاجات اللي هي ايه، شارع بس تفاصيلها هي اللي تفرق. التعبير الفني بقى في فنون جميله بيجي لهم حاجات واقعيه شويه فيها حياه، يعني يجي لهم موضوع عن الريف، يجي لهم موضوع عن الزراعه مثلا، يجي لهم موضوع عن مدرسه، عن مسجد، عن يوم العيد، يوم تحرير المراه، حاجات كده اللي هو ايه، حاجات كده تبقى فيها حياه، فيها اشخاص، في لعب كوره، في ناس بتزرع، في حركه في التصميم، فبيبقى معظمها حاجات من دي. اما بقى التصميم الابتكاري جالهم السنه اللي فاتت حرف يدويه، اعمل تصميم عن الحرف اليدويه. وجالهم وانا انا حلاه معاكم في الكورس، وعن السياحه عشان وكان بيجي لهم كورونا كتير قوي، وكان جاي لهم عن الزراعه وعن الصناعه وعن اهميه الري، وكان كذا سؤال، هو كل امتحان بيبقى متغير يعني. فدي كانت اكتر الامثله اللي ظاهره قوي. وكان عن كاس العالم طبعا وعن الصناعه. المشاريع الجديده اللي اتعملت دي ساعات بيدخلوا فيها، يعني بيدخلوا ان انتوا ترسموها. دي هتلاقوها على اي كوين، جنيه ونص جنيه وكده هتلاقوه موجود دلوقتي، ممكن تبقوا تغشوا الرسمه. وساعات بيجي لكم على اغلاف الكتاب اعمل غلاف علوم، اعمل غلاف للرياضه، اعمل غلاف للعربي، وهكذا. فدي كلها حاجات كده امثله بسيطه. يعني التشكيل والابتكار بقى ده بتاع عماره، هو عامة بيجيب لك بقى في كل سنة أشكال مختلفة. يعني اعمل مزيج بين مخروط ودايرة، اعمل تداخل بين مكعب ومخروط واسطوانة، اعمل تداخل بين متوازي أضلاع واسطوانة و... وسداسي كده. يعني بيجيب لك الأشكال وانت تدخلهم في بعض، في بارز في غائر كده، يعني حسب هو عايز ايه. هنزل لكم الصور، كل الصور دي واكتر كمان هنزلها لكم على الانستجرام في الستوريات، وهنزلها لكم على جروب المتابعة. حلو كده، عداني العيب وازح.
وحبايب قلبي اللي بيتابعوا معايا على الانستجرام، اللي بيتابع معايا عامة تمام، بس اللي بيتابع معانا للكورس بالذات على الجروب المتابعة بتاعكم، علشان انا اعرف اشوف كل التدريبات بتاعتكم واعلق على كل واحد اقول له يصلح ازاي. لكن في المسجات ممكن مسج تتوه مني وممكن معرفش اظبطها. لكن جروب المتابعة انا مفيش صورة هتنزل، مفيش تدريب هينزل انا مش هرد عليه، عاملة حسابي على ده. فتركيزي كله بيبقى على جروب المتابعه. يعني عارفه ان انتوا بتحبوا تبعتوا لي على الانستجرام وبتاع، بس والله علشان ابقى مفيش حاجه تتوه مني، ولو تاهت مني على الانستجرام ساعتها مش هتبقى مش هبقى عارفه. انا ما بتابعش على الانستجرام، انا بتابع المفروض على جروب المتابعه. تمام. وزي ما قلت لكم ما تنسوش تقولوا لي ايه اكتر مثال من الامثله دي حاسينه صعب وعايزين اعمله معاكم ريل او ريلز على الانستجرام او على او اعملوا فيديو هنا. شوفوا انتوا حابين ايه. يا رب نكمل 100,000 ان شاء الله الشهر ده. فعايزاكم لو انتوا جايين في الخباثه وجايين تجروا ما تجروش، اعملوا سبسكرايب واعملوا فعلوا الجرس ولايك على الفيديو ده. واي حد داخل امتحان القدرات يا ريت يا ريت تشيروه وتبعتوه له، علشان بجد هيفرق معاه جدا. ناس كتير لما اتدربت كانوا خايفين قوي، ما كانوش عارفين الامثله مش عارفه ايه. لما السنه اللي فاتت قعدنا نتدرب مع بعض على الحاجات دي، وقعدنا انا في لايف انا فاكره قعدت فيه قعدنا نرسم حاجات من ابداعنا، اللي هو يبعتوا لي يقولوا لي يا نوران طب ارسمي استاد، ارسمي مش عارفه ايه. صحيح في المنظور كمان قال لهم يرسموا استاد. الحاجات دي كلها قعدنا بقى نبدع مع بعض في تصميم الابتكاري، برضو كانوا بيقولوا لي امثله وقعدنا نعمل شبابيك صغيره كده. لما بدا الموضوع يبان لهم قد ايه سهل بجد، لما دخلوا الامتحان كل الناس كانت بتصوت، وهم عشان اتدربوا وعرفوا ان الموضوع ممكن يصعب شويه يسهل شويه، الموضوع بالنسبه لهم سهل جدا. والحمد لله الحمد لله اغلب الناس اللي كانت معايا نجحت بسبب بس ان هم عرفوا ان الموضوع مش صعب قوي كده. بس كده اشوفكم ان شاء الله في الفيديوهات الجايه، يا رب على خير.